السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالنا. بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم اهتمام بالمجال الفلاحي وباغيين يكملوا في الدراسة ديالهم، فالموضوع ديال اليوم حول المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة اللي كيتوفر فيه هذا التخصص. غادي نشرحوا فيه جميع التفاصيل والمعلومات على هذا المعهد اللي غادي تحتاج تعرفهم قبل ما تسجل، كشروط التسجيل، نظام الدراسة ومدة الدراسة وغيرها من الأسئلة اللي كتكون كطرحها في بالك. فتبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافد معنا ان شاء الله. وقبل ما نبداو كالعاده اشترك معنا في القناه وفعل جرس الاشعارات باش يوصلك كل جديد، ويلا نبداو على بركه الله. اشترك. معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره معهد عمومي كيتواجد فقط في مدينتي الرباط واكادير. الهدف ديال المعهد هو تكوين مهندسين واطباء بيطريين في المجال الفلاحه والزراعه والبيطره. كيحصل فيه المتخرج من هذا المعهد بدبلوم صفة يا مهندس دولة أو طبيب بيطري. كيترمز المعهد أيضا باختصار APESA-EAV أو APESA-EAV، واللي طبعا عندها معنى خاصك تكون عارفها. أولا EAV شنو كتعني؟ EAV هي اسم معهد بالفرنسية Institut Agronomique et Vétérinaire. ثانيا APESA أو APESA كتعني اني بريباراتوار او زيتيد سوبيريور او ناغريكولتور، وكيدل على السنه الاولى او السنه التحضيريه الاولى اللي كتسبق مسالك الاخرى. وبما اننا ذكرنا السنه الاولى التحضيريه، ضروري نشرحوا لك نظام الدراسه باش تفهم شنو المقصود بهذا الشيء. خاصك تعرف ان نظام الدراسه كيبدا اولا باقسام تحضيريه اللي كتقرا فيها لمده سنتين، ثم بعدها سلك المهندسين واللي المده ديالو 3 سنوات، واخيرا الدكتوراه في الطب البيطري للمده ديال الدراسه فيها 6 سنوات. طبعا هاد الاسلاك كتختلف على حسب التخصص اللي كتختارو. الصوره كتوضح لك كل تخصص والمده الدراسه فيه. الشروط المطلوبه لولوج السنه التحضيريه للمعهد هي خاصك 3 شروط. اولا باك ديالك اللي خديتيه في سنه 2025. ثانيا الباك ديالك في تخصص علوم، وبالضبط في المسالك الاتيه اللي حاصلين على شهاده البكالوريا 2025، يعني في المسالك العلميه الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياه والارض، والعلوم الرياضيه الف، العلوم الرياضيه باء، والعلوم الزراعيه، وبكالوريا من نظام اس نوع الفرنسي. وثالثا العمر ديالك يكون اقل من 23 سنه. واخر اجل للتسجيل القبلي هو يوم الجمعه 11 يوليو 2025. فمراحل المباراه تتكون من 3 محطات اساسيه. اولا الانتقاء الاولي، فيه تدرس ملفات مترشحين من خلال نقط امتحان الموحد الوطني على حسب المعاملات في المواد المرتبطه بكل مسلك. هنا عتبه الولوج غير مصرح بها او غير مصرح بها، وكيفيه الانتقاء حتى هي غير معروفه في الحقيقه. ولكن النقطه اللي غادي نركزوا عليها هي انك تكون جايب معدل مزيان في الباك. يجرى انتقاء أولي على أساس دراسة ملفات الترشيح واعتماد ترتيب يأخذ بعين الاعتبار نقط الامتحان الموحد الوطني في المواد العلمية مرجحة بمعاملات خاصة بالمعهد، ويتم تخصيص حصيص لكل أكاديمية حسب العدد الإجمالي للترشيحات وحسب شعبة البكالوريا. يتم بعد ذلك استدعاء المترشحين المقبولين لاجتياز رائز امتحان كتابي. ثانيا الاختبار الكتابي، الموعد ديالو غادي يكون نهار 20 يوليو 2025. وثالثا امتحان شفوي اللي مازال ما تعلنش على الموعد ديالو كما هو مذكور في الموقع ديال المعهد. اما بالنسبه لنماذج امتحانات الكتابيه فراها متوفره فقط نماذج قديمه. الا بغيتوا تاخذوا عليها فكره ولا اي واحد كيتوفر على شي نموذج قديم لسنه الماضيه ولا اللي قبل منها يشاركها معنا، ولكم جزيل الشكر. روابط التسجيل في المعهد هي apesa.eav.ac.ma، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف باش توصلوا له بسهوله. مراحل التسجيل: انشاء حساب باستعمال كود مسار، ثم تفعيل حساب البريد الالكتروني من بعد ملء الاستماره بالمعلومات الخاصه بكم. تسجيل ماشي فابور، كتخلص مصاريف التسجيل القبلي واللي هي 150 درهم، كتخلصها لانها ضروريه لتاكيد التسجيل. كتخلصها عن طريق البطاقه البنكيه فيزا ولا عبر الوكالات المعتمده بحال كاش بليس وفاكاش. وهنا كنوصلوا لنهايه الفيديو، وكنتمنى انكم تستافدوا معنا، وخليونا شي دعوات الخير في التعاليق، وتابعونا مازال الفيديوهات جايين، مازال غادي نفيدكم. ونتلاقاو الفيديو الجاي، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.